أعتقد بأنهم هم الذين يمارسون تلك الممارسات التي كنا نعتقد بأن الأيادي الأجنبية هي التي تمارسها. الاستفزازات التي تحدث هذه الأيام والتي ذكرتموها في تعليقكم في تقريركم والتي كتبتها اليوم في مقالي في موقع كل شيء عن الجزائر. هذه الاستفزازات نلحظها يوميا من قبل الكثير من المسؤولين، وكأننا حتى صار لدينا اعتقاد بأن هناك نية من قبل البعض لتحريك شيء ما في الجزائر من أجل خلط أوراق ما، لأنه لا يمكن أن تكون سلطة بهذه الهشاشة الموجودة اليوم، بهذه النقائص الموجودة، بهذه الأزمة الموجودة، سواء كانت سياسية واقتصادية، تراجع المداخيل، ظروف اجتماعية صعبة. لا يمكن أن تكون سلطة بهذه الهشاشة وتستفز شعبها، سواء في ملاعب الكرة أو على مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي. شفنا صور كثيرة جدا. نعم. أعتقد بأنه هناك أيادي داخلية، أنا في رأيي هناك أيادي داخلية في الجزائر تهدد استقرار الجزائر من خلال ممارساتها، من خلال تصريحاتها، من خلال استفزازاتها، من خلال فشلها، من خلال أيضا هذا الأمر الواقع الذي تريد أن تفرضه على الجزائري. لأننا وصلنا إلى درجة يقول بأن هذا الشعب الجزائري يخاف بين قوسين أنه نرجع لسنوات التسعينيات، يخاف أن يكرر تجارب آخرين. هذا شيء طبيعي. يعتقدون ويستثمرون في هذا الخوف من أجل التحقيق ما يريدون تحقيقه، وتعرف بأن غايتهم هي ما بعد بوتفليقة. طيب، حتى تصريح وزير المالية الأخير لقي سخرية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي عندما قال: لم نكن نعلم بأن سعر البترول سيتراجع بهذه السرعة ويصل إلى ما دون 30.